هلا يابا، شلونكم؟ اليوم الوصفة طريقة السوشي على الطريقة العراقية، يعني بلحم الغنم. سندويشات طيبة وسهلة وسريعة، سويت لكم إياها بأبسط طريقة. شوفوا شلونه تقريبا نفس السوشي، لكن احنا سويناه على شكل سندويشات ينفع للمناسبات وأعياد الميلاد. يلا تعالوا نروح نشوف طريقة السوشي على الطريقة العراقية. راح نستخدم للوصفة أول شي خبز توست، بطاطا، جزر، خس، لحم غنم، مايونيز، والبطاطا والجزر يكون لانشات رفيعة. نبدأ أول شي نشوح اللحم، وإذا ما عندش لحم ممكن دجاج. وهنا البطاطا نقليها قلي كامل، والتوست عندي هنا راح أضغط عليه بهالشكل أو بالشيبق هم يصير. شوفوا شلون كل سهل طريقته. أضغط عليه بهالشكل من الجهتين حتى أساوي الخبز التوست يصير كله مستوى واحد. شوفوا راح أبدي بهالشكل أقص الأطراف مالت التوست. طبعا راح نستخدمها هذه نسويها مقرمشات ونطحنها، الزوايد مالت الخبز التوست. وهذه قصيتها بعد ما سويت القطع بهالشكل مثل ما تشوفون. حتى نستخدمها لازم نسويها كلش خفيفة حتى تلف وياك. شوفوا فرقناها عن بعضها، تقدرين نسويها وحدة وحدة هم ترهم. نحتاج هسه الجبن سائل كريمي أو جبن مثلثات أو جبن كيري حتى ندهن الخبز التوست بهالشكل مثل ما تشوفون واضح عندكم بالفيديو. حتى نلزقها واحدة على الثانية نستخدم قطعتين. هسه نستخدم الحشوة، هذا جزر فريش ما قليته، وراح استخدم الخس حتى تصير الوان كلش حلوة من يصير الرول مالت الساندويش. هذا خس، اي نوع خس عندك. وراح نستخدم البوتيتا اللي قليناها، واخر شي اللحم. واذا ما عندش لحم ممكن صدر دجاج تسوي، هم تصير بصدر الدجاج كلش طيبة. وهسه راح نرش عليها شوية، نسقيها بالمايونيز بهالشكل، ونلفها رول لف عادي، ونخليها بالثلاجة شوية، يعني تقريبا شغلة ربع ساعة بالثلاجة. بعدين أشوفكم شلون راح نقصها. طريقتها كل سهلة ومال مناسبات، وحتى تقدرين تطيها للطلاب، تلفيها بنايلون تنطيه ساندويش، مفيدة وصحية. وراح أدخلها الثلاجة مثل ما تشوفون تقريبا 10 دقايق، بعدين نطلعها. وصلنا لنهاية الفيديو. بديت أقطع بالسندويشات بهالشكل، وهي سندويشات سريعة خاصة إذا عندكم مناسبة عيد ميلاد أعراس، تفيد وكلش طيبة وسريعة ومفيدة. أتمنى تكون فكرة اليوم عجبتكم. إذا عجبتكم الفكرة سووا لايك واشتراك للفيديو حتى يوصل إلى أكثر عدد ممكن. أترككم بأمان الله أو حفظه. مع السلامة.